انت بتلف على كل محافظات الدلتا؟ انت جايب القصص دي منين؟ احنا كل ما ندور على قصه جديده او كل ما ندور على جريمه بتحصل عليها كلها في المحافظات. تشوفوا لنا حاجه من اوروبا ومن امريكا يا ابني. مساء الخير، النهارده معانا جريمه جديده ولسه سخنه طازه، وفي بعض منكم يمكن شافها على السوشيال ميديا في الوقت الحالي، وبرضه جايبينها من المحافظات. المره دي الجريمه السخنه اللي طالعه من الفرن من عروس الدلتا. النهارده احنا في طنطا اللي بيسموها عروس الدلتا، ولكن النهارده للاسف العروسه ملبوسه راكبها 100 عفريت. وكل ده بدا عن طريق فيديو واحد طلع فايرال على السوشيال ميديا في اكتوبر 2025، وما اعرفش قلنا نقدر نعرضه ولا لا، والله يرجع بقى الاستاذ الاديتور. ولكن وصف الفيديو هو عباره عن رابطه اولادها في الحمام ونازله فيهم ضرب وتوبيخ، وكل اللي انا سامعه في الفيديو ان هي الام عماله تقول والله لا اشلكم. الفيديو مرعب وبشع، ولا يمكن تفكر ان الشخص اللي بيصور الفيديو ده هو الاطفال دي. طفلين مربوطين في الحمام والام بتهدد بان هي تشلهم. اي نوع من انواع الامومه ده؟ منظر الاولاد في الفيديو متغطين بزيت ومتغطين بصلصه، تحس ان هم بيجهزوا ان هم يتعملوا بيتزا. ولكن المنظر اللي شفناه في الفيديو ده مش منظر يدل ان دي ام بتحب ولادها او خايفه على ولادها، او حتى يا سيدي بتعلم ولادها زي ما قالت في الفيديو. على فكره انت وليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. ولكن الحمد لله نحمد ربنا ان وزاره الداخليه ليها حضور على السوشيال ميديا في مصر، والفيديو ده اتلقط على الرادار بتاع وزاره الداخليه، وكان عندهم شك مريب في الموضوع. بتصور ولادها مربوطين في الحمام غرقانين زيت وصلصه. في ايه الحكايه؟ ايه القصه؟ فين التربيه والتعليم ورا اللي بتعمليه ده؟ تشربوا شاي؟ بلاش احسن. المهم لما وزاره الداخليه شافت الفيديو ده اتحركوا من غير بلاغ رسمي، وده من حقهم. وزاره الداخليه تعمل اللي هي عايزاه. عندك اعتراض؟ اعترض. نو وبالفعل قدروا يحددوا مكان بيت الرعب ده، وكان في دايره اسم اول طنطا، وكمان قبضوا على الست الملعونه دي. وطبعا لما الام اللي بتخاف على اولادها دي بتاعت الفيديو اللي اتحطت تحت التحقيقات، وطبعا انا مش محتاج اقول لكم التحقيقات في مصر جميله ازاي يا باشا، والنعمه انا مظلومه. اخر مره تقولي الكلمه دي بتستفزني جدا، بكرهها. كلكم بتقولوا كده وانتوا قتله سفكه. المهم كانت النيابه مستغربه، هل دي فعلا ام بتربي ولادها وخايفه عليهم، ولا دي نسخه حقيقيه من فيلم كونجورينج بس النسخه المصريه اللي فيها صلصه وزيت؟ علشان نفهم القضيه والمشكله لازم نبص على البهريز اللي ماسك المحرك الاساسي، والمحرك الاساسي في القضيه دي هو الاب والام. وده طبيعه الحال، اي مشكله بتحصل للاولاد او مضاعفات بيضطروا ان هم الاولاد يعدوا بالتروما وهم صغيرين، يشوفوا المشاكل اللي بين الاب وبين الام، يشوفوا الاضطرابات والخناق والجدال بين الاب والام. كل الحاجات دي بتعمل تراما قويه عند الاولاد. رساله لعزيزي وعزيزتي اللي بيتفرجوا، لو في مشاكل بينك وبين جوزك خلصوها في الحمام او في الصالون او في اي حته بعيد عن الاولاد، ما يشوفوش المنظر ده. واظن كلنا او معظمنا عندنا تراما واحنا صغيرين، اتفرجنا على الاشكال دي وتاثر فينا كتير. يعني الغطاسه بتاعت امك دي، الغلطانه اللي انت فيها دي. المهم الموضوع ده كله بدأ بالخناقة بين المطلقين الأب والأم، وبعد كده اتحولت لحرب باردة، سحبوا السفراء وقطع علاقات دبلوماسية. المهم يعني الأب والأم انفصلوا، ومن هنا بدأت البنت الطفلة الصغيرة ريهام وأخوها الصغير يدفعوا الضريبة الجامدة. وللأسف زي نسبة كبيرة من الرجالة أول ما الموضوع ده حصل وبقى فيه طلاق، فورا الراجل ما كدبش خبر وراح اتجوز واحدة جديدة. عايز يجيب موديل جديد الأستاذ، فاتحين معرض سيارات حضرتك وجاي تاخد عربية جديدة. المهم ان هو شاف حاله وشاف حياة جديدة ورافع شعار انا ما خلفتش، ولا عندي لا اولاد ولا عندي بنات ولا عندي اي حاجة، انا شاب ورد زي الفل. وللأسف دي حاجة تكسف وتخجل. أنا عارف إن في معظم الأحيان مش كل الرجالة ينفعوا يكونوا أبهات، ولا كل الستات ممكن تكون أمهات، ولكن في معظم الأحيان دي بتبقى غريزة طبيعية من عند ربنا. ولكن في المثال ده الأب رفض يدفع مليم أحمر لأولاده اللي من لحمه ومن دمه، وبطبيعة الحال سواء من طبيعتك ومن غريزتك أو من عند ربنا إن أنت تدافع وتحافظ على أولادك.
ولكن هو كان ودن من طين وودن من حديد. رفض يدفع لهم اي فلوس ولا للام يدفع لها اي فلوس عشان الولاد، ورفض كمان يدفع فلوس التعليم. يلا، وكأن الولاد اللي عنده دول كانوا ابلكيشن ومسحهم. في الناحيه الثانيه طبعا من الملعب عندنا الام قررت تعمل نفس الحكايه وتتجوز. عشان ايه؟ علشان الستر. انا هيجرى لي حاجه بسبب موضوع الستر ده. حد يفهمني موضوع الستر يا شباب؟ اللي اعرفه لما تكون في ست بتدور على الستر هو ان هي عايزه حد يساعدها في شيل المسؤوليه، يكون ظهرها ويكون سند ليها ويساعدها في نفس المركب اللي هي عايشه فيها. ولكن مش في كل الاحيان بتكون الست محتاجه للستر او للجواز مره تانية. في بعض الاحيان الست بتكون قد حالها وتقدر تشيل مسؤوليه اولادها، ولكن في حالتنا دي الست للاسف قررت تتستر. ولكن للاسف الجوازتين دول الجداد هم كانوا البنزين اللي ولع في الاولاد. الام هنا بتلعب دور الضحيه. حاولنا كتير ان احنا نجيب اسم الاب واسم الام، ولكن لحد دلوقتي المحاضر لسه مفتوحه وسخنه. ولكن هي بتقول ان هي ضحيه وبتحاول ان هي تجيب اكل عيشها ورزقها ليها ولولادها. وبتقول ان بنتها اللي اسمها ريهام اللي عندها 7 سنين جالها توحد واكتئاب بسبب معامله ابوها القاسيه اللي ريهام كانت بتشوفها بين الام وبين الاب. وانه ريهام في اوقات كتير كان بتشوف الام والاب بيوصلوا لدرجه الضرب، والاب كان بيمد ايده على مراته. معلش رساله بس للراجل او الذكر اللي بيفكر نفسه ان هو بقى راجل لما يمد ايده على واحده ست، وان هي اصلا ام لولاده ومراته وحبيبته وشريكته اللي واقفه جنبه طول حياته. لو هو مفكر ان هو راجل يبقى هو غلطان. مش هو ده ابدا التعريف الرسمي للرجوله يا استاذ يا محترم. اول ما يبدا بقك يتقفل وايدك تتكلم تعرف ان انت خسرت وراحت منك الرجوله. ممكن بقى تعتبر نفسك باور بانك وقرب يفصل شحن، لكن راجل لا. انت قد مش لابس بامبرز، روح البس بامبرز يالا، بقى كلام فاضي. وللاسف يا حرام اللي دفع ثمن الموضوع ده والخناقات والضرب كان ريهام اللي عندها 7 سنين اللي اتصابت بالاكتئاب والتوحد. وموضوع الضرب بين الزوج وزوجته اتطور لدرجه ان هو وصل لكسر عظام. وكل ده عشان ايه؟ عشان العفش، عشان اساس البيت، عشان الكرسي والكنبه والستاره مكرانيش. وفي عز الخناق بين الاب والام، الاب عايز الام تتنازل عن كل حاجه في البيت، العفش والفلوس وكل حقوقها كأم حاضنه لاولاده، والمقابل ايه؟ ان هو هيسيبها في حالها. لا والله راجل ذكر فعلا. يا شماتة الرجوله وخاصه الرجوله المصريه الاشكال اللي زيك. تعالوا بقى نشوف لغز الحمام، عشان انا الموضوع ده مش فاهمه وعايز منكم تفهموني الموضوع ده في الكومنتس تحت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. قصه الانسبشن، ال3 سنين ونص اللي هو الولد الصغير، وال7 سنين اللي هي ريهام. نرجع لليوم الموعود اللي اتصور فيه الفيديو نفهم بالظبط ايه اللي حصل. الام في الاقوال بتاعه المحضر بتقول ان هي رجعت البيت لقت المطبخ يضرب يقلب. ممكن حد يشرح لي ايه موضوع يضرب يقلب؟ شكرا. المهم ان هو كان ساحه معركه. العيال صغيرين مطلعين الاكل بره الثلاجه ومخبيينه ورا الثلاجه، ولكن ما لقيتش العيال في المطبخ وسمعت العيال في الحمام. على ما راحت الحمام وفتحت لقيت بنتها ريهام اللي عندها 7 سنين المصابه بالتوحد مربوطه في الدش. مين اللي ربطها؟ مفيش حد في البيت، ودي مصيبه تانية، الا ريهام اللي عندها 7 سنين واخوها الصغير اللي عنده 3 سنين ونص. والغريب في الموضوع ان اخوها الصغير ربطها برباط جزمه. وهنا خليني نسال السؤال اللي يخلي شارلوك هولمز نفسه يرمي الطاقيه ويقول انا مش شغال. ازاي طفل صغير في كي جي 1 يربط اخته الكبيره برباط جزمته؟ يا راجل ده انا وانا عندي 3 سنين كنت فاكر ان صابع ايديا ورجليا دول سناكس. فده السؤال اللي انا مش فاهمه. هل فعلا الام دخلت لقت المنظر كده؟ وهنا تاخد الام قرار واعي وقرار صارم جدا في الوقت ده، هو قرار انها تطلع تليفونها وتبدا تصوير. لا والله ونعم الامومه. فعلا غريزه الام هي اللي بتتدخل في الاوقات الازمه، بدل ما تاخد اهتمامها على البنت وتشوف الابن وتشوف حالتهم اللي هم فيها غرقانين صلصه وزيت، تطلعي تليفونك وتصوري. والله احنا محتاجين نبوسك ونحطك جنب الحيط. لما في الاقوال سالوها بتصوري ليه اصلا وليه ما بتاخديش على طول الاجراءات المهمه اللي لازم تتعمل، قالت ان هي كان لازم اصور فيديو عشان ابعت لابوهم واوريه ازاي العيال بيتصرفوا في غيابه. انا بس عايز اعرف انت مستنيه العيال الصغيرين يعملوا ايه؟ واحد عنده 3 سنين، واحد عندها 7 سنين ويا حرام مصابه، يقعدوا مثلا يعملوا اديتنج لفيديو بدل الاديتور اللي معايا يحطوا خطط لفك ازمه السودان. اطفال بيلعبوا ومش فاهمين بيعملوا ايه. احنا مش مفروض نفسر حاجه زي كده للام، الام عارفه كده كويس، لكن هي بتقول الكلام ده في التحقيقات وخلاص. الغريب في الموضوع انه في التحقيقات بتقول ان هي كانت داخله تحميهم، وفي حمايه بتبدا بالرباط والتصوير والتهديد. لو دي طريقه جديده في التربيه والتعليم احنا محتاجين ناخد اختراع براءه.
براءة اختراع اسمها ايه؟ براءة اختراع في موضوع التربية والتعليم الجديد ده، وهنسميه سالسا اديوكيشن. المهم نرجع للفيديو. الفيديو ده بقى مر بمراحل كتيرة وترانزيشنز كتيرة جدا، ينفع لكل افلام الجاسوسية. الام ما بعتتش الفيديو على طول للاب، لا، الام خدت الفيديو وبعتته لجوزها الجديد، وده كان قبل ما يتجوزوا على طول او كانوا لسه متجوزين جديد، عشان يا حرام توريه معاناتها اللي هي بتعاني فيها. وكان على فكره الزوج الجديد ده هو اللي بيعالج وبيصرف على علاج البنت من التوحد. بس يا سيدي، ودوام الحال من المحال. بعد كده حصلت مشكله بين الام وجوزها الجديد، وجوزها الجديد قرر يستخدم الفيديو ده لاسباب قذره، وراح اخد الفيديو وبعته لطليقها اللي هو ابو العيال. الطليق بقى ابو العيال، الاب المحترم، ابو الاولاد اللي بيخاف عليهم المفروض، ودول نور عينيه، ولكنه رفع الرايه وقرر ان هو يعيش بحياه ورديه لوحده ويفتح القميص بدل ما يروح ينقذ عياله من بيت الرعب اللي هم عايشين فيه ده. اخد الفيديو وقرر يستخدمه قال للابتزاز. يا الله، هتبتز اولادك نور عينيك اللي ربنا ادالك الصلاحيه والصحه ان انت تحميهم وتقف وراهم، هتروح تبتزهم؟ انتوا بتجيبوا الرجاله دي منين؟ انت مرفوض. ارفدني، ابوس ايدك، ادي فاشل، ارفدني وخلصني. خد الفيديو وبعته للام وقال لها يا اما تتنازلي عن العفش، الله يخرب بيت العفش يا جدعان، حد يبعت له كنبه ولا ستاره ويريحنا، يا تتنازلي عن العفش والشقه يا اما هفضحك بالفيديو ده على السوشيال ميديا. هتفضح ولادك على السوشيال ميديا؟ يا ما شاء الله. ولما الام رفضت تخضع للابتزاز وما فكرتش في ولادها اللي هيتحطوا على السوشيال ميديا، راح رافع الفيديو على السوشيال ميديا وما كدبش خبر. احنا كده دخلنا في فيلم كده الحموات. ده لا يمكن يكون اب ودي لا يمكن تكون ام، وده لا يمكن يكون تصرفات اتنين عاقلين خوفهم وحياتهم على اولادهم. كل واحد فيهم للاسف بيستخدم العيال زي كارت الارهاب عشان يخوف بيه التاني. الكوميدي بقى على الاقل بالنسبه لي ان الام في التحيات كانت بتقول انا بضرب اولادي بالفرشه العاديه زي اي ام، وكمان فرشه اطفال صغيره. لا والله ملتزمه بالمعايير والمقاييس اللي مستخدمه في ضرب الاطفال بالعصيان. يا سلام على الحنيه، يا سلام على اللطف والحنيه، والله ام حنونه. ده انت ناقص تطلعي سيروم كولاجين جديد. الغريب في الموضوع بقى انه في التحيات الام طلعت اخلاء سبيل وما كانتش بكفاءه عاليه يعني، لانه النيابه شايفه من رغم بشاعه المنظر ولكنه مش بشع قوي يعني. انا هسيب لكم انتوا الموضوع ده تقولوا لي رايكم في الكومنتس. وقال ايه ان الفيديو ما فيهوش اي اصابات جسديه. لا فعلا هو ما فيهوش اي اصابات جسديه ولا في اي حاجه غير طبيعيه بالمره. انا استقلت، انا هستقي، انا مش هعمل فيديوهات تاني خلاص. ولكن الضربه القاضيه كانت في حضانه الاطفال. النيابه قررت ان الام في حاله غير اتزان. اظن في ناس كتيره مش في حاله اتزان، انا مش في حاله اتزان بالمره. وبسبب حالة عدم الاتزان دي قررت المحكمة ان هي تسلم الاولاد لعمتهم اخت الاب. فاكرين الاب ابو قميص مفتوح؟ اخته بقى، عشان الاب الموقر قال كده بصوت عالي انا ما يلزمنيش ومش عايز. لما الاب يتنازل عن ولاده ما يكونش ليه اي التزام بيهم ويعلن رسميا انا مش عايز اي ليه علاقه بالاولاد، اي نوع من انواع الاب ده. عشان كده برجع وبقول مش كل راجل او مش كل ذكر ينفع يكون اب. في ناس معمول ان هي تكون فعلا ابهات، ولكن في نوع تاني من الذكوره مش هقول عليهم رجاله ما ينفعش يكونوا ابهات. واظن انا وانتوا عارفين الموضوع ده كويس، مش محتاج شرح يعني. الغريب والكوميدي في الموضوع ان الام هنا بتولول وبتصوت وبتقول انا اللي ربيت واللي تعبت واللي صرفت واللي عملت. لا والله، طب ما انت اللي صورتي يا طنط، وبعد كده طلبتي الستر وزادت من الطيله بله وقالت انا اللي عالجت البنت من التوحد بفلوسي. هو حضرتك بتعالجي ابن متشرد في الشارع؟ ده بنتك لحمك ودمك يعني. هتعالجيها من كل حاجه حتى لو نور عينيكي تدفعيه. ولكن الحقيقه بتقول انه للاسف الاطفال حاليا في الوقت الحالي اللي بنتكلم فيه مشردين بين عمتهم اللي مش فارقه معاهم وبين ابوهم اللي رافضهم اساسا. والسؤال هنا بيطرح نفسه، هل فعلا الام كانت مضغوطه لدرجه ان هي عملت اللي عملته؟ ايه السبب اللي يخلي الاب يعلن انه ملوش اي علاقه بالاولاد دي ولا عايز يعرف عنهم حاجه؟ هل موضوع المسؤوليه عند الام كان قوي وزياده عن اللزوم لدرجه ان هي اضطرت ان هي تتجوز جوازه جديده عشان حد يساعدها في شيل المسؤوليه، ولا كانت دي مجرد تمثيليه عشان بس تكمل احتياجاتها الخاصه؟ هل انتوا شايفين
عارفين ان هو ده معنى الرجولة عند الاب، ولا بس انا اللي بيتهيالي وانا اللي مجنون؟ في الاخر الحكاية الست المجنونة دي هو جرس انذار لكل 2 متجوزين بيصفوا حساباتهم. لو عايزين تصفوا حساباتكم صفوها بالخير، ولو في اولاد في النص الاولوية priority number 1 الاولاد، وما يكونش زي الاب اللي قرر ان هو يسيب كل حاجة ويجري ويتجوز ويعيش شبابه من اول وجديد، ولا يعمل زي الام اللي قررت تربط بسلاسل وكانت بتستخدم اساليب العصور الوسطى في التعذيب والتعليم. والنتيجة بعد ده كله بيبقى الجيل اللي طالع اللي هو ريهام جيل مكسور ومجروح نفسيا، ولما يكبر مش هيكون مفيد لا لنفسه ولا لأهله ولا لعيلته. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى يكون فيه رسالة واضحة تفهموها ليكوا ولأولادكم ولأهلكم، وإن شاء الله أشوفكم بخير الفيديو الجاي. ما تنسوش تسيبوا لي كومنتس ولايك. أشوفكم الحلقة الجاية.